كل يوم بنصحى وبنلبس وش غير الوش اللي شفناه في المراية قبل ما ننام. وش تاني متثبت عليه ابتسامة مصطنعة ونظرة عين بتخبي وراها تعب سنين. الوش ده هو اللي بنخرج وبنقابل بيه العالم، بنقابل بيه زمايلنا في الشغل، جيراننا في الشارع، وقرايبنا في المناسبات. وش بيوحي دايما ان الحياة حلوة وان كل حاجة ماشية تمام. الوش ده كل لما بنستخدمه أكتر بيحاول ينسينا إن في وش تاني، وش حقيقي مكسور، اتكسر في مرة من صدمة في علاقة، من خيبة أمل في حلم، من إحساس بالوحدة وسط الزحمة. الوش ده هو اللي بيتغطى معانا وإحنا بنتغطى بالليل قبل ما ننام. هو اللي بيبص في المراية بعد ما كل الأبواب تتقفل وبيسأل نفسه سؤال واحد: ليه؟ ليه الناس كلها بتتقابل في النص بين الوشين دول؟ بنشوف بعض وبنتعاطف مع بعض من غير ما نعرف إن الوشوش اللي بنلبسها هي نفسها اللي بتحمينا وبتحبسنا. كل واحد فينا جواه صراع أبدي، صراع بين اللي بيظهره للناس واللي بيخبي عنهم، صراع بين القوة اللي باينة والضعف الحقيقي المدفون. المشكلة إننا بننسى إن الكسر عمره ما كان ضعف. الكسر حقيقة وجزء من وجودنا، والاعتراف بيه مش هيخلينا أقل، بالعكس ممكن يخلينا أقوى. تخيل لو كل واحد فينا قدر يشيل الوش اللي بيضحك ويوري العالم إنه أوقات بيتكسر. يمكن وقتها العالم يكون مكان حقيقي أكتر وأكتر رحمة، لأننا هنكتشف إننا كلنا بنشيل نفس الحمول. ويمكن ساعتها الابتسامة اللي هتترسم على وشنا تكون ابتسامة حقيقية جاية من قلبنا، مش مجرد قناع بنلبسه عشان نعيش. الناس بتشوف الوش اللي بيضحك وبيتعاملوا معاه على إنه هو الحقيقة. بيفترضوا إنك دايما مبسوط وناجح وما عندكش مشاكل، وبيقولوا لك يا ريتنا نبقى زيك، من غير ما يعرفوا إن زيك دي ممكن تكون أقصى أمنية ليهم إنهم ما يشوفوهاش ويخرجوا منها. الصراع الأبدي ده بيخلق مسافة بينك وبين الناس، مسافة بتزيد كل يوم. كل ما الوش اللي بتظهره بياخد من روحك بتحس إنك غريب، حتى لو في وسط أقرب الناس ليك. هما دايما حابين الصورة اللي انت راسمها، مش حقيقتك، وبيخافوا لو الوش المكسور ده خرج يلاقوا إن اللي كانوا فاكرينه سند هو في الحقيقة اللي محتاج حد يسنده. الأصعب من كده إننا بنوصل لمرحلة بننسى إننا إزاي نشيل الوش ده. بيبقى جزء مننا، حتى لما بنكون لوحدنا بنفضل لابسينه كأننا بنمثل كمان على نفسنا. بنخاف نواجه الكسر اللي جوانا لأننا ممكن ما نقدرش نلم الكسور دي تاني. في لحظة صفا أو في لحظة ضعف حقيقي الوش المكسور ده بيظهر في دمعة، عينك غدرت بيك ونزلت في عز ضحكك، أو في كلام بيخرج منك من غير ما تفكر. في اللحظة دي بالذات انت مش بتنهار، انت بتتحرر من القناع اللي حبسك ومن الصورة اللي سكتت صوتك سنين. أول ما بتسمح لنفسك إنك تتحرر بتكتشف إن الضعف ده عمره ما كان عيب. الكسر ده مش نهاية العالم، وإن الوش الحقيقي بتاعك بكل اللي فيه هو أكتر حاجة ممكن تكون جميلة، لأنه ببساطة أنت. المشكلة مش بس في الوشوش اللي بنلبسها، المشكلة الأكبر إننا كمان بنصدقها. بنعيش دور الشخص اللي بنتمنى نكونه لدرجة إننا بننسى إحنا مين بجد. بننسى إن الكسر ده هو اللي بيخلينا بني آدمين، مش مجرد تماثيل كاملة من بره. الوش اللي بيضحك بيخاف دايما من الوش المكسور، وبيعمل المستحيل عشان يداريه. بيعمل حواجز وحيطان وبيبان بينه وبين الناس عشان محدش يقدر يقرب منه ويشوف حقيقته. بيعيش دايما في سجن أركانه وهمية،
بس أسواره منيعة. في لحظة ضعف أو في موقف مفاجئ السجن ده بيتهد، القناع بيقع وبتظهر الحقيقة. ممكن تكون لحظة سقوط أو فشل أو حتى لحظة حقيقية من الصدق مع النفس. اللحظة دي هي البداية الحقيقية إنك تعيش. بتخليك تشوف الكسر اللي فيك وجواك وتتقبله. بتخليك تفهم إن اللي بتخاف منه ده هو نفسه اللي بيخليك قوي. النجاة والتعافي مش في إننا نرجع نلبس الوش تاني من جديد. النجاة في إننا نتعلم نعيش من غير وشوش، نعيش بحقيقتنا الكاملة بكسرها وحلوها ومرها. لأن الوش الحقيقي مش وش بيضحك أو بيبكي، هو وش بيعكس كل حاجة بنحس بيها في اللحظة دي بالذات. وش صادق وما بيخافش. الوش اللي بنلبسه مش مجرد قناع، ده مشروع حياة كامل بنبنيه كل يوم طبقة فوق طبقة، من إنجازات مزيفة وعلاقات سطحية وعلاقات سامة، ابتسامات مستعارة، وبنصرف عليه من طاقتنا وحقيقتنا عشان يفضل بيلمع قدام الناس. وبننسى إن جوانا روحنا بتنزف من كل ثانية بنكتب فيها صوتها الحقيقي. العمق الحقيقي بيبدأ لما القناع ده ينهار، مش بس يقع، لا ينهار، يتفتت قدام عينيك. وقتها بتلاقي نفسك لأول مرة لوحدك من غير الدرع اللي كان بيحميك. بتشوف الكسر اللي فيك بكل وضوح، وبتكتشف إن الألم اللي كنت بتهرب منه سنين هو في الحقيقة مفتاحك للتحرر. الوش المكسور ده مش ضعف، ده بداية القوة. القوة إنك تقف قدام حقيقتك وتتقبلها بكل عيوبها. القوة إنك تسمح لنفسك تحس وتتألم وتكبر وتنمو. لأن الوش الحقيقي مش في إنك تنسى الكسر، لكن في إنك تبني نفسك من جديد على أساس، مش على أساس قناع. ساعتها الوش اللي بيضحك مش هيكون مجرد قناع، هيكون تعبير حقيقي عن فرحة جاية من قلب عاش واتكسر وقدر يلم نفسه من جديد. الوش اللي بنلبسه مش بس قناع، هو لوحة فنية معقدة بنلونها كل يوم بألوان كدابة، بنرسم عليها ابتسامة مزورة وخطوط ثقة مصطنعة ونظرة عين واثقة ولكنها بتخفي وراها رعشة خوف. هي تحفة فنية بنعرضها للعالم، لكنها في حقيقتها مجرد سجن مصمم بعناية، سجن بيحجب عنا نور الشمس ويخنق أنفاس حقيقتنا. أول ما الوش ده بيقع بتبدأ الحقيقة المرة تبان. بتشوف الوجع اللي كنت بتخبيه والخوف اللي كنت دايما طول عمرك بتتجاهله، الهشاشة اللي كنت بتنكرها. بتلاقي نفسك واقف قدام أنقاض شخصيتك القديمة، وده مش انهيار، ده الميلاد الحقيقي. الولادة من جديد مش سهلة، بتستلزم إنك تتقبل كل كسر وكل جرح وكل ندبة في روحك، إنك تتعلم تلملم الشظايا دي وتصنع منها شيء جديد، حاجة مختلفة أقوى وصادقة أكتر. الوش المكسور مش ضعف، هو بوابة للقوة، بوابة بتخليك تستمد قوتك من أعمق نقطة في ضعفك، لأنك وقتها بتعرف إنك مش محتاج قناع عشان تكون قوي، وإن قوتك الحقيقية هي قدرتك على الوقوف قدام العالم كله بوشك الحقيقي، بضعفك وقوتك، بصدق وبدون خوف. في النهاية، بعد كل رحلة بحث عن وش حقيقي وبعد كل محاولة لصنع قناع مثالي، بنوصل لنقطة، النقطة اللي بنفهم فيها إن القوة مش في إخفاء الكسر ولكن في تقبله. الوش الحقيقي اللي بيضحك ويبكي ويفرح ويحزن هو أكتر وش ممكن يكون جميل. هو الوش اللي بيحكي قصة صمود وقصة حياة كاملة بكل شروخها وندوبها. هو الوش اللي بيمس القلب لأنه ببساطة صادق. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.